السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حبيت ندير رز في الكوشه بطريقه سهله وما فيش مكونات بزاف ويجي بنين ما شاء الله. قبل هذا ما تنسونيش بالاشتراك وبزر الاعجاب. نبداو على بركه الله. هنا قطعت حبه بصل مع حبه طماطيش، قطعتهم قطع صغيره. كنت درت في القدره شويه زيت. ما ننساوش دائما وابدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل وازكى الصلاه والتسليم. هنايا درت 2 عظومه باش يطلقوا لي هذاك البنه تجيب لينا في الرز. قطعت 2 حبات زروديه قطع صغيره. بالنسبه للتوابل نسحقوا ملح وكمون وكركم وراس الحانوت وريق رند، يعني ورق الغار. هذا هو اللي نسحقوه ونحطه فوق الفرن ونخليه يتقلى مليح. هنا بعد ما تقلى نمرق بالماء يكون سخون ونغطي على القدرة ونخليه حتى طيب هذيك الزرودية. يعني طريقته سهلة، هذا الرز يجي بنين بزاف. بالنسبة للرز كنت درت كمية من الرز في البلالي مشي للكوشة. يعني درت شويه فقط ما قويتش على بالكم بلي الرز يتشرب يعني ينتفخ بزاف. درت له شويه زيت وخلطته شويه. المرق هذا كان طاب، نفرغ المرق هذاك في الرز. هنا بعد ما خلطت هذاك المرق شوفوا نخلط مليح هذاك الرز ونحطوه. هنا كنت شعلت الفور على درجة حرارة يعني عالية وحطيته وخليته حتى يتشرب. هنا شوفوا بعد ما طاب وتشرب كامل هذيك لاصوص هذيك المرقة. هنا الرز تاعنا راهو جاهز، خفيف ظريف. نقسم لكم شويه يجي بنين ما شاء الله، يعني بلا حتى يعني مكونات يجوا سهلين، موجوده في اي دار. شاهدكم في الجنه او يجي على حبه. نتمنى تجربوه وكتبوا لي في التعليقات. في امان الله وفي رعايه الله وحفظه، واحبكم في الله.